خليني احكي لك ازاي في 10 شهور قدرت اخس من 110 كيلو ل 77 كيلو، وحلقة جديدة ومميزة من سلسلة عاش. بس استنى، مش بالتيشيرت ده. سلسلة جديدة، يعني كنت عايز اعملها للجيم الاول، بس بعد كده قلت لا، ده تبقى لأي حاجة حابب ان انا اعملها على المدى البعيد، وهي يعني هنسميها اسم كرييتيف جدا، وهو عاش. يعني العاش دي ما بقولهاش لنفسي بس، لان دي هتكون نرجسية. انا بقولها لاي حد حابب ان هو يغير حاجة في حياته، حابب ان هو يضيف لنفسه عادة كويسة، سواء كان عادة صحية او اي عادة في روتينه اليومي عامة. يا ربي، واضح ان الموضوع يكون صعب. دلوقتي رسميا انا شحبت. عاش. ليتس جو. السلام عليكم عزيزي المشاهد، ايه الاخبار؟ معاكم عبد الرحمن وفيديو جديد من سلسلتنا عاش، السلسلة اللي كنت عاملها عشان اوثق فيها رحلة اكتسابي لعادة صحية سليمة، وهي الجيم. مرتديا طبعا طقم برشلونة الجديد، يعني اعظم فريق اسباني على الاطلاق من وجهة نظري. والله بهزر عادي، بنهزر مع بعض عادي. ريال مدريد واخد مش عارف 36 تشامبيونز ليج، بس يعني تفضيل شخصي عادي، بحب الفريق ده يعني. عدنا اليكم من جديد عزيزي المشاهد، من نفس المكان، سلطنة عمان، وبالتحديد من إبرة، ولكن بفروق كبيرة قوي. وعشان كده حبيت ان انا اشارك تجربتي دي واحكي لك عزيزي المشاهد بالتفصيل الموضوع تم ازاي. قدرت اخس اكتر من تقريبا كده 30 35 كيلو، حاجه في الرينج ده كده. لا ادعي ان انا احسن حد في الدنيا في النقطه دي، ولكن الفكره كلها ان انا جربت حاجه معينه، شايف ان هي نجحت وحققت اللي انا يعني اللي انا عايزه او اللي انا محتاجه، فحبيت اشارك معاك التجربه دي. انا شخصيا يعني يعتبر من اكتر الناس تقريبا اللي عملت انظمة غذائية وراحت جيم وسمعت كلام من كباتن وعقليات مختلفة كتير جدا، بس كل مرة كان بيبقى فيه مشكلة ان انا ما بعرفش اكمل. فكان اكبر دافع بالنسبة لي للموضوع زي ده ان انا اخس. انا محتاج ان انا اخس. انا حاسس ان انا وزني زاد، او مش حاسس، هو وزني فعلا زاد نتيجة الكورونا. دي بالنسبه لي هي دي الكارثه بقى، يعني هي هنا بدايه المشكله الحقيقيه. من هنا فكره ان انا كان كورونا، حظر ثانويه عامه سنه 2019، فانا كنت قاعد في البيت تقريبا شهرين او شهر ونص، مفيش دروس، مفيش نزول، مفيش اي حاجه خالص. انا وتوتر الثانويه عامه والاكل وهواك. فكان ده سبب اكتسابي الوزن الكبير ده، وكنت كل فترة في خلال سنين الكلية عمال بسوف وأجل نقطة زي دي. فكان ده الدافع بالنسبة لي إن أنا محتاج أخس، أنا محتاج أرجع لشكلي الطبيعي. لا وكمان يعني مش الوزن بس اللي أنا كنت فيه في 2020، لا أنا عايز أوصل للوزن اللي يبقى فيه شكلي كويس. محتاجة أعرف شكلي من بعيد ما يبينش مثلا إن أنا وزني زايد، أو إن أنا عندي يعني كيلوجرامات كده مش بتاعتي. لا انا عايز ان انا شكلي يبقى كويس. ده كان اكبر دافع بالنسبه لي، ان انا كنت عايز ارجع للشيب القديم بتاعي واحسن كمان. فكره الخدود اللي كانت طالعه لي دي كانت مرعبه بالنسبه لي. فكره اللبس اللي انا كنت المفروض ان انا بلبسه، بنطلون مثلا مبقاش بيتقفل، يا نهار اسود. التيشيرت اللي انا كنت المفروض مثلا ببقى بلبسه على طول، لا ده ما بقاش، مثلا مش بقول لك ما بقاش بيخش فيا، بس لا جسمي بقى باين قوي فيه زياده عن اللزوم، بقى عندي جناب. بدات اللي هو لا انا يعني انا محتاج اغير حاجه دلوقتي. فاستغليت بقى نقطه كمان ان انا في عمان في اجازه الصيف العاديه، وفي نفس الوقت برضو اصور حاجه زي كده. فانا بلعب على الحاجتين، فكره ان انا هعمل حاجه انا ناوي ان انا اعملها او من ضمن خططي في الصيف، وفي نفس الوقت انا بصور. فانا
باعمل حاجة باحبها وفي نفس الوقت باعمل حاجة أنا عايزها أو عايز إن أنا أعملها، فدمجت الاتنين مع بعض، وكان ده الدافع بالنسبة لي في إن أنا أبدأ رحلة إن أنا أروح الgym كل يوم. كل هدفي من الموضوع أنا يعني مش باحضّر لبطولة مثلًا، مش مهتم برياضة كمال الأجسام مثلًا أو بالمجال ده، لأ، أنا كل اللي في الموضوع إن أنا واحد وزني زايد، عايز أوصل لوزن كويس. ده كان كل هدفي من الموضوع، إن أنا أرجع شكلي طبيعي تاني، الخدود اللي كانت زيادة دي تنزل، المقاسات اللي أنا كنت بالبسها أرجع لها تاني أو ممكن كمان أقل. ده كان كل هدفي من الموضوع من ناحية الgym. من ناحية تانية برضه عايز إن أنا أعمل الموضوع ده في صورة محتوى، إن أنا أعرضه وأعرض لك زي ما تقول كده يوميات، كل يوم باصور لك وأنا رايح الgym، طريق للجيم، التمارين اللي انا بتمرنها وهكذا. فكان ده برضو هدف قدامي ان انا اعمله، ان انا اصور فلوج، ولكن مش فلوج صريح كده بعمل فيه مثلا حاجه معينه، لا ده هو فلوج بثيم معين، جيم، تمارين، حتى زوايا التصوير. كنت دايما متعمد فكره ان هو ان انا اصور لك الاجهزه، اصور لك التمرين. فكان ده هدف الموضوع. الهدف الاكبر طبعا هو ان انا اوصل لشيب والجسم كويس، وفي نفس الوقت ان انا اصنع محتوى واوثق خطوه زي دي انا بعملها، لان هي حاجه مهمه جدا بالنسبه لي. حاجة مهمة جدًا، جدًا في رحلتي في خسارة الوزن، أو في رحلة أي حد إن هو يخسر وزن أو يخس، إن هو يقدر يحدد علاقته بالأكل شكلها إيه. للأسف أنا علاقتي مع الأكل ما كانتش أحسن حاجة خالص. أنا قاعد في البيت 24 ساعة، ما فيش دروس، ما باشوفش حد، ما قداميش غير الأكل. فكرة إن أنا كنت باتعامل مع الأكل اللي هو حاجة بافرّغ فيها توتُّري. متوتّر طبعًا، امتحانات وثانوية عامة وضغطة، وجدول الامتحانات اتغيّر واتأجّل تقريبًا أسبوعين و3 أسابيع أو شهر مش فاكر، ففي ضغوطات. فأنا كنت باقول إيه، أنا مضغوط، طَب ما تيجي ناكل، أو أنا متضايق فأنا محتاج أتبسط، فما تيجي ناكل، طَب ده أنا سهران متأخّر مثلًا بعد الساعة 12:00، ما تيجي ناكل. كنت باتعامل مع أي مشكلة إن حلّها الأكل. كنت باتعامل دايمًا إن الأكل ده هو ده الحاجة اللي هتحل لي المشكلة، هو ده المُسكِّن اللي أنا هاقدر أكمّل بيه. بمجرد ما بدأت إن أنا آخُد خطوة إن أنا أروح الgym، يعني أنا مثلًا دلوقتي على المشّاية نُص ساعة، بابُص حرقت كام كالوري مثلًا تلاقيه 50 والّا 60 كالوري. طب ما الموضوع كده يعني الموضوع صعب، كونك إن أنت بتحسب سعرات وإن أنت بتدخّل أكل وكده، فأنا لازم أحافظ على السعرات اللي عندي دي بإن أنا آكل أكل يشبّعني، وفي نفس الوقت أبقى نوعًا ما عامل عجز في السعرات، أو إن أنا باكل سعرات أقل من اللي جسمي محتاجه عشان أخس أو أخسر وزن. ففكرة إن أنا أختار أكل كويس وفي نفس الوقت أغيّر علاقتي بالأكل إن هي تكون علاقة صحية أكتر أو منظمة أكتر، دي كانت نقطة مهمة جدًا. وفكرة كمان إن أنا بقيت مُدرك خلاص ده مثلًا ده البرجر ده اللي أنا هاكله ده مثلًا فيه 500 والّا 600 كالوري، فأنا ال600 كالوري دي ده أنا هاحرقها بكرة بالطريقة ده أنا هيطلع عيني فيها. طب خلاص، طب ما بلاش، طب ما أنا أدوق مثلًا منه قطمة قطمتين أو آخد نُصّه، أبقى ما حرمتش نفسي من حاجة، وفي نفس الوقت برضه قللت الضرر شوية، بحيث إن أنا أعرف إن أنا أحرق الأكل اللي أنا باكله ده واحقق عجز السعرات اللي أنا باقول لك عليه. على مدار تجاربي السابقة قبل كده الناس بقى يقول لك إيه، هتصحى الصبح هتاخد عدد ربع رغيف، نُص ثمرة فاكهة وخلاص على كده، واشرب مَيّة كتير بقى. طبعًا حاجة زي دي يعني أنا مش باقلل من حد، ولكن فكرة زي دي مش منطقية. مين هيعرف يصحى الصبح ياكل ربع رغيف وتفاحية ويبقى هو كده فطر؟ ما يعني حاسس إن الموضوع صعب أوي. تعاملي مع الأكل كنت إن أنا باعمل إيه، قطعت مقالي تمامًا، منعت المقالي تمامًا، تمامًا. لا في بطاطس محمرة ولا في fried chicken ولا في شيبسي ولا في أي مشروبات غازية ولا أي كلام من ده، منعت ده تمامًا. أي أكل من برّه على الأقل أول شهر منعته قدر الإمكان. الأكل بيبقى بمواعيد، مش هاقول لك بالدقيقة، ولكن مثلًا لو أنا بانام مثلًا 22:00 أو 23:00 بالليل، قبل النوم بساعتين 3 خلاص اقفل. اتعشيت وخلاص. واحاول دايما العشاء يكون خفيف. من اكتر الحاجات اللي ساعدتني كانت الشوفان، كنت بفطر بيه على طول، يعتبر مصدر كويس للكارب، كنت بعتمد عليه في نظامي الغذائي، ليه وصفات وليه حاجات كتير قوي. كنت باكل الاكل الطبيعي، اكل البيت العادي، مش بوزن بقى وكده يعني، فاهمين قصدي؟ انا ما كنتش مكبر الموضوع قوي، انا كنت باكل اللي هو الاكل العادي، ولكن مثلا لو انا باكل طبق رز عباره عن 8 معالق،
لأ خلّيها 6 معالق، خلّينا ناكل مثلًا تلات أرباعه أو نُصّه ونعتمد أكتر على الفراخ. لأ طب ما تيجي مثلًا إيه نشوف مصدر بروتين، طب ما تيجي نعمل سلطة خضرا، نشرب مَيّة كتير، لإن المَيّة بتساعد جدًا في موضوع الخسسان ده. بدل ما تاكل 3 وجبات خلّيهم 5، بس 5 وجبات خفيفة. ما كنتش باحسب السعرات بالورقة والقلم بصراحة. عقليتي أو الmindset بتاعتي كانت إن أنا دايمًا بافكّر نَفْسي أنا باعمل ده ليه؟ يعني إيه هي الدوافع أو إيه الهدف اللي أنا باعمل ده عشانه؟ هل مثلًا عايز شكلك يبقى حلو مثلًا في اللبس أو طقم جديد مثلًا جِبته، عندك مصيف وعايز يبقى الshape بتاعك كويس وسط صحابك، عايز تشارك في بطولة، عاجبك أنت موضوع الgym أصلًا وموضوع التغذية والحاجات دي كلّها، فعايز مثلًا تبقى coach أو حاجة، أيًا كان الدافع بتاعك إيه، المهم إن أنت تخس، المهم إن أنت تعمل الحاجة اللي أنت عايز تعملها. فكنت كل يوم بافكّر نفسي باللي أنا عايز أوصل له، أنا عايز أعمل ده ليه؟ عايز أخس ليه؟ كل اللي في الموضوع إن أنا عايز أرجّع عبد الرحمن القديم من تاني، عايز شكلي يرجع زي ما كان. فكانت دايمًا الحاجات دي أو الصور دي دايمًا حاضرة في ذهني على طول. الموضوع كان مهم جدًا بالنسبة لي، كنت باتعرّض لمضايقات كتير، تعليقات كتير، ممكن الناس تبقى واخداها بسياق الهزار، بس أنا مش شايف حاجة زي الbody shaming حاجة تدعو للهزار ولو إيه بتلميح حتى، إن أنت تضايق حد أو تدّي له comment أو تقول له مثلًا ده أنت تخنت، ده أنت وزنك زايد، ده أنت مصفر، ده أنت في تحت عينك أسود. لأ، في طرق كتير جدًا تطمن عليه بيها، فلان أخبارك إيه؟ طمني عليك. لو محتاج مثلًا تتكلم في حاجة معينة وفي حاجة شاغلة بالك أنا موجود. بدل ما تقول له أنت تخنت، قُل له أنت لو في حاجة مضايقاك أنا موجود. فكرة إن أنت تقول لحد مثلًا ده أنت تخنت يا فلان، ده أنت شكلك اتغيّر خالص، أنت بقيت عامل كده ليه؟ أنت تبُص له مثلًا كده تقول له أنا ما عرفتكش، هو أنت تخنت كده ليه؟ ليه تعمل فيه كده؟ ليه؟ حاول تبقى لطيف مع الناس أكتر. دي برضه كانت من الحاجات اللي بتيجي في دماغي من وقت للتاني، وباشوف شكلي في المراية ما كانش بيعجبني، ما كنتش بابقى مبسوط وأنا بالبس هدومي، بالبس البنطلون متضايق، وأنا متضايق من شكلي عامةً، متضايق وسط صحابي لمّا بنيجي نتصور مثلًا، نيجي نعمل حاجة، شكلي ما كانش عاجبني. تاخد الgym والأكل والتمرين والكلام ده كlifestyle كأسلوب حياة، هو مش فكرة إن أنا هاخس مثلًا 6، 7 كيلو مضايقني وهارجع تاني، لإن دي غلطة أنا كنت باغلط فيها على طول. أنا يمكن خسيت في الوزن يمكن 10 مرات مثلًا، بيبقى مثلًا مضايقني 3، 4 كيلو فاخسهم وباحس بنشوة الانتصار والإنجاز بقى. طب ما تيجي إيه، تعالَ نطلب بقى كريب وتعالَ ناكل بكرة بيتزا. طب ما خلاص بقى، ما أنا إيه، ما نجيب شيبسي بقى النهارده، ما أنا خلاص أنا خسيت ال4 كيلو اللي أنا عايزهم. ففكرة الاستمرارية إن أنت تبقى مقتنع إن أنت لأ، اللي أنت فيه ده هتكمّل فيه، طالما وصلت خلاص لنتيجة ووزن أنت راضي عنه، كمّل في الموضوع. مش باقول لك تحرم نفسك من حاجة، ولكن اعقل الكميات بتاعة الأكل وشوف أنت بتاكل إيه وبتدخّل لجسمك إيه. دايمًا في دعم غير طبيعي في فكرة إن أنا بانزل الgym. بابا على طول أول ما قُلت له أنا عايز أروح الgym قال لي روح، الرياضة مطلوبة. كنت برضه باحس برضه بالدعم من الناس، أنا ممكن ما أكونش أعرفهم طبعًا، ولكن كنت باحس بإيه، باحس زي ما تقول كده تشجيع كده، إن أنت رايح تتمرّن وفي مثلًا 5، 6 حواليك بيتمرّنوا برضه. صالح صديقي أنا لن أنساك، من ضمن العوامل المهمة اللي أنا حبيت الgym عشانها. على الأقل كنت باروح الgym أشوفه، نتقابل من وقت للتاني، كان ساعات بينصحني من وقت للتاني برضه التمرين المفروض يبقى إزاي، الأكل. أنا بالنسبة للنتايج أنا ما كنتش معتمد على النتايج الرقمية، ما كنتش باوزن نفسي كل يوم مثلًا والّا كل أسبوع وأتابع أشوف أنا خسيت قد إيه وكده. لأ، مش ده اللي كان هاممني، لإن أنا كنت واخد الموضوع أصلًا إن هو خلاص ده سيستم حياة أنا هامشي بيه، هنبدأ طريق وهنكمل عليه. ففكرة إن أنا أقيس وزني ما كانتش مفضلة بالنسبة لي، لأ ده أنا كنت النتايج اللي كانت بتشجعني كانت إيه، كانت إن أنا أبقى بالبس مثلًا تيشيرت، أنا عارف التيشيرت ده مثلًا ضيّق عليَّ من البطن، ألاقي لأ، ده خلاص ما بقاش في حاجة ضيّقة دلوقتي. دي كانت أكتر حاجة باسطاني. أنت عارف أنا مش هاقدر أوصف لك الإحساس ده غير لمّا أنت تعيشه. إحساس إن أنت كنت بتلبس 2X وفجأة بقيت بتلبس X وبعدها بشوية بقيت بتلبس large. أوف! الإحساس أوف! مقاس بناطيلي كانت 38 دلوقتي بالبس 34 و36 ساعات. إحساس فظيع. إحساس إن أنت يبقى شكلك كده، أنا شايف نفسي في المراية مختلف.
من غير اوزان ومن غير ما احسب سعراته بالورقه والقلم، انا شايف نفسي مختلف. دي كانت بالنسبه لي هي دي النتيجه. كنت بامارس عادات غير صحيه كتيره جدا. فكره المشروبات الغازيه يعني يعتبر منعتها تماما، ما بقتش بتوحشني يعني، ما بقتش بحن لها يعني، عادي حاسس ان انا مش مفتقد حاجه ومفيش حاجه فايتاني يعني. فكره الاكل من بره ما بقتش بفضلها قوي اصلا يعني. فكره ان انت تبقى بتحط لي يعني، بقيت ببص الموضوع فكره ايه اللي انت مثلا حاطط لي دلوقتي قطعتين فرايد تشيكن ورز مثلا، كم سعرات حراريه فظيع. انا لو قعدت في البيت انا ممكن ان انا بايدي اعمل وجبه بنص السعرات الحراريه دي، ووجبه تشبع وحاجه نظيفه وانا ابقى مبسوط ومرضي والدنيا زي الفل. فمن ضمن العادات اللي انا فعلا اكتسبتها فكره ان انا بقيت بعمل اكلي في البيت، بقيت معتمد اكتر على الاكل اللي انا بعمله في البيت وعلى اكل البيت اللي بيتعمل العادي. فكره ان انا بقيت ببص انا بشتري ايه، انا بجيب ايه، بدل البسكوت العادي طب ما نجيب بسكوت شوفان، بدل الخبز العادي ممكن نجيب خبز اسمر. اي نعم السعرات الحراريه مش هتفرق كتير ما بين الاثنين، ولكن هي حاجه بتقربك اكتر من ايه، من اللايف ستايل الصحي اللي احنا عايزين نوصل له في الاخر. الشيبسي ده مثلا ده 300 سعره حراريه، طب ما ليه؟ طب ما انا مثلا ممكن اجيب بسكوت الشوفان ده مثلا 100 سعره حراريه بس، وده هيشبعني وده ممكن يجوعني اكتر كمان نص ساعه، طب ما اجيب الشوفان احسن. لازم تبدا، ما تستناش ظروف مناسبه او ظروف تبدا فيها. يعني مثلا ما تقولش انا هبدا الحد، يا عم النهارده التلات، ابدا يا عم النهارده التلات، ايه المشكله؟ ما انا اصل انا عكيت في الفطار في الغدا، اكلت كتير قوي، تقلت في الفطار والغدا، فمش لازم بقى ننزل الجيم النهارده. تعال نبدا بقى من ايه النهارده التلات، نبدا بقى السبت ان شاء الله على نظافه من اول الاسبوع، نبدا بقى كده من اول وجديد. لا عادي، ايه المشكله؟ ده انا كنت ماشي كويس جدا اول اسبوعين، بس فجاه كده ايه، رحت كلت مش عارف شاورما، 3 سندوتشات شاورما، فقلت خلاص بقى كده، خلاص انا بوظت تعب الاسبوعين بتوعي، خلاص كده باظ، فخلاص بقى رجعت تاني بقى في الاكل وما بقتش بروح الجيم. لا ليه؟ انت مثلا لخبطت في الاكل على الغدا، هتقدر تحرق الكلام ده في الجيم عادي، مقدور عليه. يوم جمعه مثلا وكنت خارج مع اصحابك وجبت اكل من بره، مش مشكله عادي، هتنزل الجيم في نفس اليوم. مش هقول لك هتحرق كل السعرات، ولكن يعني على الاقل ايه، هتقلل الضرر قدر الامكان يعني، فاهم؟ هتنقذ ما يمكن انقاذه. ففكره ان انت اللي هي يا يا لا يا ابيض يا اسود دي، حاول تبعدها من دماغك. حب نفسك على اللي انت على ما هي عليه، ولكن حاول دايما انت تطورها، دايما انت تحسنها. شكل جسمك ده هل عاجبك وانت راضي عنه؟ لا انا مش راضي عنه، خلاص بدل ما نعيط طب ما تيجي نروح الجيم النهارده، وهتبدا وهتلاقي البقره بتكر معاك، وهتلاقي ان انت بتمشي في الموضوع اكتر واكتر. ونزل كل يوم في الجيم، ان انت في الجيم وان انت بتتمرن وان انت شلت الوزن الفلاني، عادي مش مشكله. وبس كده عزيزي المشاهد، طبعا هكمل في موضوع الجيم، لسه فاضل لي يعني كام كيلو جرام كده عايز اخسهم دهون او اكتسب عضلات. هنكمل في طريق الجيم ده وهنكمل في السكه دي ان شاء الله، هبقى اوافيكم بالتفاصيل من وقت للتاني. مبسوط جدا باللي انا وصلت له، مبسوط اكتر ان انا كنت بوثق الكلام ده اول باول معاكم. سلسله عاش انتهت عند الحلقه المميزه دي، وكملنا كده 16 حلقه عشان ابقى اقول ان انا مولود 8 و8 زائد 8 ب 16، وده معناه ايه ولا اي حاجه خالص. بس كده عزيزي المشاهد، كالعاده كان معاكم عبد الرحمن، اتمنى لك دوام الصحه والسعاده، وبس كده. بلقاكم في فيديوهات تانية، وان شاء الله الفيديوهات الجايه هتكون احسن. بس كده، سلام، مع السلامه. يعني أنا لسه واخد بالي دلوقتي ان الحلقه دي هي الحلقه ال 16 من سلسله عاش اللي احنا بنصورها، وانا مولود 8 ف 8 زائد 8 ب 16، فده معناه ايه ولا اي حاجه خالص، عادي جدا. مرتديا، استنى نسيت اقولها، مرتديا طاقم الفريق الافضل على الاطلاق. حلو التيشيرت والله، عجبني، جبته من علاء ابراهيم، بس مكان اسمه المريخ، فيعني حاجه وهميه يعني. بس انا مبسوط والله.